زي ما انت عميل عندي او زي ما انت عميل عندي، انا عميل عند ناس تانية، يعني كلنا زباين عند بعض. في مواقف كتير كده بتبقى مستفزة، بس الحمد لله احنا مش بنستفز لان دي شغلتنا. وليه الناس يعني بترد بالطريقة دي؟ يعني انا اخر واحد احب ان انا اتكلم عن مواقف سلبية مع اي حد بيجي هنا ليلي سنتر وبيتعامل معانا، يعني حتى بحكم ان احنا بقالنا فترة كبيرة شغالين وكده، وفي ناس ذوق طبعا في التعامل وفي ناس بترد ردود لطيفة زيها. ما اقصدش حاجه، يعني ما انا برضو انا مستهلك وانا عميل عند ناس كتير وبروح وبتعامل مع الناس بس انا مش متخيل ان مثلا حد يقول لي اكون رحت سالت عن سلعه السنه اللي فاتت مثلا، فالسلعه دي تكون باي رقم، يعني بجنيه مثلا، وانا رحت سالت عليها السنه دي عنده ولا بعد كام شهر، وهو راح قال لي ده بقت ب 3 جنيه او ب 4 جنيه. فانا اروح ارد عليه اقول له آه على العموم خلاص انا مش عايزها، عموم شكرا مش محتاجها. يعني مثال مثلا من المنتجات اللي موجودة عندي، طبعا أي حاجة مستوردة، يعني مش مجالنا احنا بس، يعني في مجالات كتير، يعني أي حاجة مستوردة هتلاقي سعرها مثلا إيه؟ مكوى تورنيدو جولد الأصلية اللي هي المكوى الكوري. طيب المكوى الكوري في حد يعني، أو احنا بننزل آه، إعلانات أو بوست مثلا على الجروب أو على الأكاونتس عندنا أو البيج، فبننزل بوست الناس بتسأل السلعة بكام، المكوى بكام. السنة اللي فاتت رديت على العميلة بالسعر، صورة المنتج وسعره، عشان الأمور تبقى واضحة. فالنهاردة أو امبارح يعني بتقول لي مساء الخير، لسه المكوة لسه موجودة، كنت عايزة أجي آخد واحدة. يعني هو في ناس كتير بتتعامل بقى بالطريقة دي، ويعني بالذات في الأيام اللي احنا فيها دي، اللي هو يعني حد واحدة سألة على المنتج من سنة، فجايه النهارده تقول لي هو موجودة أجي آخدها. يعني طب يعني أنا كنت سألت عليها كانت ب 2 جنيه، طب ما ماشي، ما هي النهارده مش ب 2 جنيه، هي سعر تكلفتها. انا النهارده انا اللي حضرتك سالتني عليها وقت ما كانت ب 2 جنيه ما هي اتباعت. النهارده سعرها كذا. ويعني انا بامانه انا بحاول بتعامل بامانه في كل المنتجات، يعني الحاجه اللي جايبها بسعرها ببيعها بسعرها، يعني حتى مش بزود فيه، يعني مع ان على ده يعني ده لو هنتكلم في التجاره وهنتكلم في الصح والغلط، انا لما اروح اجيب السلعه ما انا هجيبها غاليه، فانا كده انا بخسر. بس احنا يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا نلم الموضوع بحيث ان احنا ما نزودش على العميل، وفي نفس الوقت نحتفظ بالاستمراريه بدون يعني باقل خسائر، يعني مش هقول بمكسب صغير، لا باقل خسائر. طيب، فهي النهارده امبارح سالت، فقلت لها المكوى بكذا، قالت لي ليه؟ ده انا سالت عليها كانت بكذا، هي ليه دلوقتي بالمبلغ ده؟ حتى شوف الشات، شوف الشات القديم. فاي حد بيسال في النقطه دي، فانا بقول طب امتى الرساله دي، او احنا بنقول امتى الرساله دي، فهي بتقول انتوا بعتوها رد على سؤالي. طيب السكرين اللي هي بعتاه تاريخ 21 ابريل 2023، النهارده 13 مايو 2024، يعني تقريبا سنه وشويه. ف... فانا بقول لها ده تاريخ كذا، فهي بتقول لا يا فندم ده انا سالت حضرتك يوم الشهر اللي فات، يعني قبل العيد. عموما شكرا مش محتاجاه. ماشي عادي، في ناس ممكن تشوف الرد عادي، في ناس ممكن تشوف الرد ما فيهوش اي مشكله، بس هي العميله متضايقه او كذا او كذا او كذا. فانا بدخل محلات، انا بتعامل مع ناس، فبيقول لي السلعه دي مثلا بكذا، انا النهارده مستغرب السعر، هو البايع او البياع ملوش ذنب، انا سالت عليها في كذا محل مثلا، وهي هنا بجنيه، هنا بجنيه وربع، هنا بجنيه ونص، هنا بجنيه الا ربع. فممكن يكون اللي بيبيع بجنيه الا ربع عنده شويه، عنده كميه بيبيعها بالسعر ده، يعني جزاه الله كل خير. في واحد عنده بجنيه، هي السلعه جات له كده واتسعرت كده، هو مش هيقدر يبيعها اقل من جنيه، وابو جنيه وربع برضه ممكن يكون حصل معاه نفس الكلام ده، او هو مزود ايا كان. انا كعميل اسال، اشوف، اختار اللي يناسبني وخلاص، لكن مش لازم اتعامل او مش لازم ارد رد. طب ليه يعني؟ عادي، مواقف كتير كده بتبقى مستفزه، بس الحمد لله احنا مش بنستفز لان دي شغلتنا.
وانا يمكن في الموضوع ده بالذات يعني ما عنديش مشكله يعني. يمكن حتى لو الرد ده بسيط، او انت شايفه او انت شايف انه ده عادي، موقف عادي، بس في مواقف يعني ابني على ده بقى مواقف كتير بتحصل ردود اللي هو انت يعني انا عملت لك ايه او انا عملت لك ايه، طب انت بترد كده ليه؟ لا الموضوع صعب يعني في الردود. يعني حتى احنا بنحاول، لانه البياع في المكان او اي حد بيقف في محل او في سنتر او في مكان بيبيع منتجات للناس او بيتعامل في اي خدمة، على الاقل ابسط شيء يعني حتى لو هو مش شاطر في اي حاجة، يعني على الاقل لسانه يكون كويس في التعامل مع الناس. فاحنا بس يعني ناخد بالنا من الكلمة، ان الكلمة نفسها بتفرق. يعني انت لو شايفة المنتج غالي، او شايفة ان انا الصنف يعني انا عندي في المحل اكتر من 2000 صنف، اكتر بكتير. مع المجال بتاعنا ده في مستحضرات التجميل، في الاكسسوارات، في البرفيومز، في الشغل برضو اكستنشن الشعر وكله، كل ده في اصناف كتير قوي، يعني اكتر من 2000 صنف فيه. فانا عندي اكتر من 2000 صنف. فمثلا انا الصنف، وده حصلت يعني مع عرايس الشهر اللي فات. عروسه من ضمن العرايس اللي جت خدت حاجتها حرفيا كانت كل يوم كده، يعني ما اعرفش هي كانت مثلا بتروح فبتسال فيقول لها مثلا الحاجه دي غاليه، انا مثلا مديها لها ب 95، هي راحت سالت عليها في مكان تاني لقيتها ب 85 او ب 90. ما هو هتلاقيه في السوق كله اتسعر بالسعر اللي احنا بنتكلم فيه. ففي ناس تانية يعني في المجمل تقول لك انت اسعارك غاليه، انت اسعارك رخيصه. طب ما انا على مدار اليوم مثلا لو بيدخل لي 10 زباين، انا بسمع خمسه بيقولوا لي انت اسعارك حلوه، وخمسه بيقولوا لي انت اسعارك غاليه. طب بناء على ايه؟ ما فيش، مش بناء على اي حاجه، بناء على ان السعر مش عاجبها، بناء على ان هي سالت مثلا في صنف، وانا عندي اكتر من 2000 صنف، اكتر من 2000 صنف حرفيا. هي سالت في صنف فلقيته بره ارخص 3 جنيه، خلاص انت كده حاجتك غاليه. فلازم نسمع الكلمتين دول، انت حاجتك غاليه، انت صعب قوي، انت مش عارف ايه، انت ليه؟ ما يعني احنا بنحاول، ومعروف يعني على الليلي سنتر احنا بنحاول نجيب كل المنتجات، نوفر لك كل المنتجات، وبالذات الترندات الاونلاين باسعار لطيفه، يعني بقدر المستطاع. يعني مش بقول لك ان احنا مثلا بنبخس الحاجه ولا بحالك جمله الجمله، حاجه دي احنا مش بنقول كده. احنا بنقول دلوقتي في الوقت ده، في الوقت اللي انت بتشوفي فيه الفيديو، انا بحاول، او احنا هنا في ليلي سنتر بنحاول نوفر لك كل المنتجات بافضل سعر. لو انت بتتعاملي معانا قولي لنا يعني. في ناس كتير بتيجي تقول لنا انتوا في حاجات كتير بيسالوا عليها فبيلاقوها اسعارها لطيفه، فبيقولوا انت اسعاركم حلوه بتظبطوا الحاجه. وناس يعني بنات شاطره بتلف وعارفه السوق وبتسافر بلاد مش مثلا مقيمه في نفس المكان فهي مش عارفه، لا هي عارفه بتسافر وبتشوف، تقول لنا اسعاركم لطيفه، انتوا بتظبطوا الحاجه. لا طب انت ليه بتبيع كده بالسعر ده؟ انت الحاجه دي. هو الموضوع مش سباق، والموضوع مش ان انا اكسب اعلى هامش ربح في المنتج نفسه. انا او احنا هنا في ليلي سنتر بنسعر الحاجه، بنحط هامش ربح بما يرضي الله، احنا كسبانين في الحاجه خلاص. يعني انا حتى لو الحاجه نفسها انا مثلا لسه عندي منها كميه، وانا عرفت ان هي سعرها زاد بره، طب خلاص انا هجيب الجديد، هبيعه بالسعر الجديد. انا الكميه دي مثلا لزبايني، لحبايبنا، الناس اللي بتتعامل معانا، الناس اللي مستمره وتيجي تدخل لي هنا في السنتر، لا انا هبيع لك الحاجه اللي عندي بالسعر القديم بما يرضي الله، هبيعها لك بنفس سعرها، مش هزود عليكي فيها.